متابعي الأعزاء، متابعي قناة مصطفى بونيفان اليوتيوب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد. طبعا في البداية أشكر كل المتابعين الأوفياء اللي حقيقة غمروني بمحبتهم، غمروني بتشجيعاتهم، وهذا أمرنا نعتز ونفتخر به أيما فخر، لأنه في الأول وفي الأخير نحن أبناء الجزائر، نحن أبناء هذا الوطن اللي نعرف جيدا قيمته، ونعرف جيدا أنه ملايين من الجزائريين من أجدادنا ومن أهلنا ضحوا من أجل حريته ومن أجل كرامته. مش شيء غريب على الإنسان الجزائري التضحيات من أجل الوطن، التضحية من أجل الوطن. وأنا لما نشوف هكذا نكون نمشي في الشارع أو نتلقى رسائل تحفيزية من الكثير من الجزائريين، كاين حتى لي من كثرة تأثره يبكي حبا في هذا البلد اللي راه يتعرض الآن إلى محاولات استعمار جديد بشكل أو بآخر. لما أنا نتكلم على مدار حلقات طويلة منذ تقريبا عندي سنة ونصف وأنا نحكي على هذا الموضوع نتاع علاقتنا بالجارة الغربية وبوسبير، ونحاول نردوا هجماتهم، أو مش اعتداء، ما راناش نعتدوا، ما راناش نظلموا، احنا رانا لحد الآن مازلنا في إطار ردود الأفعال من 63، والجزائر تدافع عن نفسها ولا تهاجم ولا تظلم ولا تعتدي وما تزيدش عليها. من 63 أو من 62 حتى خلينا، لأنه تبعت شريط تاع أخونا محمد دومير اللي يتكلم فيه على تاريخ حرب الرمال ومد كرونولوجيا الأحداث في 62، يعني في عشية الاستقلال. يعني البلاد بدات، فرنسا خرجت والجزائريين محتفلين بالاستقلال في 62، بدات المروك والحسن الثاني بعث جنوده إلى نقاط معينة في الحدود، وبالفعل تم السيطرة على تلك المناطق، والجزائريين بدأوا يحاولوا يطردوا هذا العدوان إلى غاية 63 انفجرت الأحداث لمعروفة فيما بعد اللي عرفت فيما بعد بحرب الرمال. التاريخ نتاع العدوان على الجزائر من الجارة الغربية قديم. الكثير من الناس أيضا يبعثوا لي في الخاص ويقولوا لي مصطفى معلش موضوع المروك بالذات، يعني هناك مواضيع وعدوانات أخرى واعتداءات أخرى على بلادنا ولازم نتكلم عليها ولازم نتطرق عليها، ويشيرون بالإصبع إلى فرنسا. في رأيي وفي تقديري الشخصي، وهذا هو الشيء اللي مخليني أخوض هذه المعركة، لأنه الحياة معارك وكل واحد يخوض المعركة اللي تناسبه. سبب اختياري لهذه المعركة واهتمامي بها بشكل كبير وراني مسخر له جزء كبير من وقتي ومن اهتمامي هو أنني شفت الآن في المخزن المغربي، المخزن تاع المروك، راه يجمع كل أعداء الجزائر عنده كلهم بأصنافهم وبأنواعهم، راهم كامل موجودين وممولين من المخزن. لما تجي تكلمني على فرنسا حتى في حرب الرمال في 63 هي التي حرضت الحسن الثاني على الحرب وعلى العدوان. فرنسا هي اللي حرضته وكانت واقفة وراها. لما نروحوا لسنوات الإرهاب وسنوات الدم في الجزائر، نعم فرنسا أيضا كانت شريك أساسي في إراقة دماء الجزائريين وفي التحريض على دماء الجزائريين، وكانت تقف أيضا وراء تحريض الملك الحسن الثاني على محاصرة الجزائر. وفرنسا ما زالت إلى يومنا